شايفين الجمال ده؟ شايفين الجمال ده معمول بحب ومعمول بجهد كبير. انا كنت حابة ان انا اول مرة ادخل المطبخ وعملته، وبقيت اسأل الحاجة الوالدة وهي اللي قالت لي، ورب يطلع حلو، بس هو شكله بيقول يعني. انا عايزة أقول حاجة، مش طالعة عشان خاطر أبين أكل ولا أبين أي حاجة، بس عايزة أقول حاجة صغيرة. إني أنا عرفت إن أي حاجة بتتعمل بيبقى ليها حسنات كتيرة عند ربنا. يعني كل أم بتعمل أكل بقلب وبتعب وبتكون تعبانة وبتقف تعمل أكل لولادها ولجوزها تحتسب عند الله، لأن ربنا بيديها حسنات كتير جدا. كل أخت بتعمل لأخواتها وبتعمل لأهلها تحتسب عند الله، لأن بتاخد حسنات كتير جدا. كل حد بيدخل يساعد حد حتى لو في حاجة صغيرة بيحتسبه عند الله، لأنه بياخد حاجات كتير جدا حسنات عند ربنا. فإحنا في عرض حسنة واحدة. وأنا النهاردة لما سمعت الموضوع ده كنت حابة إن أدخل أعمل عشان خاطر نريح الحاجة الوالدة ونريح أختنا الصغيرة عشان تعبانة، لأن هم على طول اللي بيعملوا. وأنا أول مرة أدخل المطبخ، ولما دخلت المطبخ ثانية واحدة عايزة أقول لكم على حاجة. دي كانت النتيجة. ده يبان إن هي حاجة صغيرة، بس للأسف دي نزلت كمية دم لأنها مقطوعة من جوه. نزلت كمية دم غير طبيعية، وحسيت يعني، بس أنا وقتها بقيت بذكر ربنا وبستغفر ربنا وبصلي على الرسول، أهم حاجة. فانتوا ما تستخسروش في نفسكم الحسنات، لما تلاقوها في اي حته اجروا وراها. ده المغزى من الفيديو. يا رب تكونوا يا رب اكون وصلت المعلومه صح. صلوا على الرسول بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.